هعمل معاكم النهارده بقى كيكايه بجد هتعجبكم جدا. ما ينفعش طبعا يبقى ده موسم الفراوله وما نعملش الكيكه الخطيره دي. اول حاجه هعملها هجيب صينيه وادهنها زيت كويس جدا، واكون طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 160 لغايه ما احضر المكونات. معايا بقى بيضتين بدرجه حراره الغرفه، وعليهم كوبايه من السكر ورشه من الفانيليا اذا كانت بودر او سايله. وبعد ما نضربهم كويس جدا ولونهم يفتح تماما كده، هنزل عليهم بقى بربع كوبايه من الزيت ونص كوبايه من اللبن، كله طبعا بدرجه حراره الغرفه. خلصنا كده المكونات السايله، هننزل بقى بالمكونات الجافه، كوبايه وربع من الدقيق، وعليهم معلقه كبيره من الكيك شيف او البيكنج باودر، وعليهم رشه من الملح، ونقلب بقى كل المكونات مع بعض لغايه ما يمتزجوا تماما. وهنزل عليهم بقى بمعلقه كبيره من الخل، واخر مكون بقى اللون الجل الاحمر دوت. هفضل اضيف لغايه ما اوصل للون اللي انا عايزاه. هقلب بقى لغايه ما الكيك كله ياخد نفس اللون، وهصبه في الصينيه، وبخله كده بقى هخرج كل الهواء اللي فيها، وهدخلها على الفرن على طول. بتقعد في الفرن كده لمده ربع ساعه، وطبعا بنختبرها بالخله، لو طلعت نضيفه بيبقى خلاص كده استوت معايا. هجيب بقى معايا نص كيلو من الفراولة قطعتها صغير، وعليها نص كوباية من السكر وربع كوباية من المية وعصرة من الليمون، بس نسيت اصورها. وهرفعها على النار لغاية ما كل السوائل اللي جواها تتبخر وبتبقى بالشكل ده كده. هضيف بقى معلقة كبيرة من النشا وهقلبها بسرعة جدا عشان ما تتكتلش معايا. وبعد ما قلبتها كويس جدا بتبقى بالشكل ده كده. هسيبها بقى تبرد تماما، اهم حاجة ما تبقاش دافية، حتى لازم تبقى باردة خالص. هجيب بقى الكيكه كمان بعد ما بردت برضو، هروح بقى اسقيها بكوبايه من اللبن. طبعا انا مرضتش اسقيها سيرب لان انا مش حابه يبقى فيها سكر تاني، كفايه السكر اللي في الفراوله وفي الكيك. معايا بقى 2 باكت من الكريم شانتيه، وعليه كوبايه من اللبن المتلجه او كوبايه ميه زي ما تحبوا. اهم حاجه اضرب فيه كده كويس لغايه ما يعمل المنقار ده كده. هنزله بقى على الكيكه. طبعا لما بيبقى تقيل كده ما بيخليش اي حاجه تعدي منه ولا يختلط باي مكون من على الوش. هحاول بقى افرده كويس جدا كده وادخلها بقى الفريزر لمده نص ساعه. ولو مش مستعجله عليها قوي ممكن اسيبها في التلاجة لمده ساعه ونص لغايه بس ما الوش يتشمع. هنزل بقى عليه الفراوله، وبعد كده بسيبها في التلاجة تاني لمده ساعه او ساعه ونص، وبقطعها واقدمها. بجد احلى كيكه هتاكلوها وهتدعولي. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وبألف هنا.